غير هو ملي كتذوقها فيها المرورة. هذا ها هو، شوف كي داير، شوف معايا كي داير، شتيه. هذا شنو هو؟ شدينا واحد المنتوج، واحد الحبوب، هو هذا، خصوصا اللي كان شي جنجلان بلدي وقليناه. والقليان كما هضرنا عليه كينقص ليا بزاف ديال مضادات التغذيه، وطحناه كتعطينا في الاخر واحد اللعيبه سميتها طحينه. هاد الطحينه كيستعملوها الناس اللي في لبنان والشاميين السوريين، كيزيدوها مع الحمص. واكتشفت ان هاد الجنجلان هذا منين كيدوز من هاد المراحل، يعني منين تيتقلى وكيتطحن تيولي غني بزاف. وشوف شنو فيه، 15 غرام هادي قد هكا تقريبا. شنو فيها؟ فيها 3 غرامات ديال البروتينات، فيها 8 غرامات ديال الدهنيات الغير مشبعه الاحاديه، كربوهيدرات قلال والياف قلال. اللي خصك تعرف في الجنجلان هو انه فيه لا فيتامين بي 1 وفيه لا فيتامين بي 6. بي 6 كيعطينا طاقه، والفوسفور والمنغنيز اللي كيعاونوني في تثبيت الكالسيوم بالنسبه للناس اللي عندهم هشاشات العظام. بلا ما ننسى مضاد اكسده قوي اللي هو ليلينا. لي زورغان ديالك كيخدموا مزيان. الوقايه من الامراض، بزاف ديال الدراسات اثبتت انه يقي من السكري تيب 2. يعني دابا الا كليتي الحلاوه وداك الشيء مره زيد عليها واحد شويه ديال هذا، قص لي السكر. مضاد للبكتيريا، مضاد للالتهابات. الا شريتي الطحينه هذه طحينه صناعيه، ما عندكش الوقت باش تحضرها، ديما شوف 100% سمسم محمص، 100% جنجلان مقلي، ما كاين لا زيوت مضافه للتلعبه. بارطاجي هذه المعلومه مع صحابك واك يعاون ربي.